النهاردة كان اليوم المصري الجميل لطيف جدا في مدينة نيويورك. كان فين؟ كان في منهاتن، في منطقة ما كانش بيحصل فيها اليوم دوت قبل كده. تنظيم لطيف، وكان فيه حاجات كتيرة لطيفة، وأكل وكشري وعصير قصب ولبس وحاجات كتيرة لطيفة جدا. ولكن كان فيه بعض العيوب. احنا لما بنقول عيوب مش بنقولها عشان ننتقد اللي نظموا الموضوع، ولكن عشان احنا عايزين الموضوع دوت يبقى كويس عشان الناس تروح تاني وتالت لليوم دوت لما يتعمل تاني. انا واحد من الناس رحت من نيوجيرسي لغاية هناك. انا حتى مش موجود حتى من قريب من مدينة نيويورك، انا بعيد عن مدينة نيويورك، رايح مشوار طويل عريض متكلف فيه قد كده، كل دوت عشان خاطر نحضر اليوم دوت. بس كان في مفاجآت كتير ما كناش عارفين عنها حاجة. أهم مشكلة كانت موجودة إن كان في احتفالات تانية في منهاتن النهاردة، وبالتالي كان في شوارع كتيرة جدا مقفولة، منها 6 افنيو أو الأفنيو السادس اللي كان مقفول، وما كنتش أعرف عن الموضوع دوت حاجة. أنا داخل من الويست سايد أو من الجنب الغربي لمنهاتن، لفيت حوالين منهاتن كلها، وبالعافية قبل كام شارع نزلت مراتي وعيالي، وبعد كده قعدت ألف عشان أرجع تاني أركن في أي حتة قريبة. فين وفين لما لقيت ركنة. الموضوع خد ساعة ونص أو أكتر، ضيع عليا اليوم وضيع علينا وقت كتير جدا. كل ده وأنا كنت عايش في مدينة نيويورك وحافظ شوارعها وعارف كل المداخل والمطالع بتاعتها، فما بالك الناس اللي بتروح وهي مش عارفة حاجة. المشكلة ان احنا ما كناش عارفين اصلا ان كان في يوم وان في شوارع تانية مقفلة. اعتقد ان منظمين الحفلة المفروض كانوا يعملوا نوع من البلان ويعملوا خريطة يعرفوا الناس بيها بالشوارع المقفولة عشان تعمل حسابها. مش لازم كل الشوارع الجانبية حتى، ولكن على الأقل الشوارع الرئيسية عشان نبقى عارفين المشكلة رايحة منين وجاية منين، وبالتالي لما تخطط تشوف أقرب مكان تروح بيه بعربيتك عشان تركن فيه. المشكلة التانية موضوع الجو. اكيد ما فيش حد بيبقى ضامن كل حاجة، وانت بتبقى محتاج تعمل تصاريح وقصص تانية عشان تاخد مكان زي دوت، ولكن تعرف الناس من بدري، خصوصا ان اصحاب البضائع نفسهم يا عيني خسروا كتير جدا اكيد النهاردة، لان الناس بالذات اللي عاملة خيم البضائع بتاعتها كلها اتبهدلت، سواء كان اكل سواء كان لبس سواء كان حاجات تانية. المية دخلت بهدلت الدنيا والجو كان صعب جدا، فخسارة كبيرة جدا عليهم. وكمان الناس اللي رايحة تزور كلها غرقت مية حرفيا، لان السماء اتفتحت بشكل كبير جدا. نيويورك مش زي اي مكان تاني هتلاقي مكان تدخل فيه الدنيا زحمة، لما تلاقي حتى تندة تقف تحتها هتلاقي الناس كلها متكومة تحتها. تبليغ الناس من بدري هيخليهم يستعدوا يعرفوا يظبطوا امورهم، سواء الناس اللي بتعرض البضائع او الناس اللي رايحة عشان تزور المكان وتشتري منه. ناس كتيرة ومنهم انا اول ما سمعت ان في يوم مصري هناك ندهتني وقلت لازم اروح فورا، ولكن ما كنتش مبسوط.